اهلا بيكي يا هبه، صديقتي هبه الجميله هبه المصري وكلابها الجمال شيتزو. صح؟ يعني هي بص كوكتيل جميل كده ربته. حبيت اوريكم تجربتها وفي عالم تربيه الكلاب اللي هي يعني ما شاء الله زي كده برضه بتعشقهم. فحبيت اقول لها التجربه عامله ازاي وتجربه تربيه كلاب ومجموعه الكلاب انها يعني تربي تلاقي فجاه كده بقوا مدرسه عندها. ما شاء الله. فعايزين نعرف منك يا هبه طبعا ازيك يا هبه؟ ازيك؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ منورانا. انت كمان. وما شاء الله الكلاب الجمال بقوا لنا الاطفال. بص الاطفال بدانا بالاطفال، قلنا الكبار هيدخلوا علينا أيوة. بطريقه هوريكم دلوقتي. فقلنا نبتدي الاول بالاطفال الجمال. عرفينا عليهم بقى. ده تيدي بالاسامي ايه؟ بصوا يا جماعه أيوة. مسكرين تيدي. يعني كلهم حلويات. ونوجة اوكي وشربات يا لولو وبيمبو بامبو وعسلية. وخلاص. ده بصي ده ولد صح؟ ايوه. يا حبيبي ده ما شاء الله دول اخوات يعتبروا يعني هم اخوات. هم اخوات. اوكي. دول اخر بدأتي تربيتهم من مجموعة. امتى؟ من بدأتي 6 سنين. تربية الكلاب بدأت من 6 سنين؟ 6 يعني سنين. يعني برضه مش قديمة في التربية. لا بس انا من طول عمري من وانا صغيره في بيت بابايا ومامتي، اخويا كان دايما لازم يبقى في كلب في البيت، بس كلب كبير بقى اللي هو مره بيتبول مره يعني كده الكلاب الكبيره دي. يعني طول عمري في كلب في البيت. بس بقى لما انا قعدت بقى لوحدي كده اتجوزت وكده فقلت بقى اجيب طبعا واحد. تحياتنا للشريف أيوة. الباشمهندس شريف جوزي وده موافق هو على مستحمل. على سلك محاسن الحلو سلك هبه المصري ان هو برضه دي حاجه كويسه. طبعا على فكره تربيه الكلاب دي عالم فعلا جميل. عايزه اقول لك ان هو اصلا ما كانش بيحبهم او ما كانش ليه في يعني الكلاب قوي ما بس لا طبعا دلوقتي بقى حاجه مرتبط بيهم كمان اكتر مني. يعني انا عندي بنوته منهم هي شريف ده بالنسبه لها فاهمه. يا غلط. شريف فين؟ هم لوحدهم بيجذبوا ايوه. لا هم حاجه خطيره. ده غير الاخلاص في الوفاء بقى. ده لا يعني ده بقى حاجه مش هنتكلم عليها. يعني ده بجد حاجه. يعني انا بقى بقول لك لما بعمل نفسي بعيط بيجولي اللي هو يجولي، ولو انا فعلا بعيط يجوا يلحسوا وشي اللي هو البوسه ايه دي معناها. ايوه. كانك بيبوسوا. ولما انا ببقى مبسوطه بلاقيهم هم مبسوطين. لما ببقى زعلانه وقاعده كده لوحدي والله بلاقيهم جم وقعدوا لوحده. عارفه لا هم يعني معايا في كل حاجه. هم فاهمه. ما شاء الله بجد تربيه الكلاب ده عالم جميل. طب يعني اشمعنى شيتزو يعني؟ لا بصي هو كان لا هو شيتزو ده انا كان كلبة صاحبتي بتولد وانا كنت عندها في البيت وهي شيتزو. فلما جابت البيبي كذا بيبي فانا نقيت واحد منهم وقلت له انا عايزه ده. عايزه منه. فهو سبحان الله طلع ديمبو بقى. سبحان الله. ديمبو ده بقى اللي هو البكر بتاعي بقى اللي هو ده اللي هنتعرف عليه بكره. بس بدون مقاطعه لفت نظري حاجه مهمه قوي. طبعا معاكم هنا في الفيديو الصحفي عمرو الكاشف زوج الصحفيه بسنت ماجد. مين اشقى واحد في الشله دي؟ اشقى واحد؟ ايه هم كتير. بص هم يعني اكتر واحد ليه مغامرات وشقاوه. يعني انا لافت نظري في واحد عمال بيعض في ايديكي. هي شربات. والباقيين شربات انا هطلب لها البوليس. هطلب لها البوليس قريب. ايوه. شربات 24 ساعه بتسوسو جوه وهي اصلا لسه ما اتعلمتش هوهوه. بس هي 24 ساعه بتتكلم وبتتخانق وبتزق الباب وبتعمل كل ده كده نفهم ان الستات دايما هي اللي بتعمل المشاكل كده. يعني كنا هنقول الكلب الراجل اللي بيعمل المشاكل طلع الستات بالكلاب. شربات. شربات اشقى واحده منهم من المجموعه دي. ده شربات دي انا حاسس ان كان في عبده كانت طالعه في مسلسل اسمها شربات. ايوه هي شبهها تقريبا. ايوه هي شربات. استاذه شربات هي اللي عامله مشاكل. بس التانيين بقى في سكر ودهب هم اللي برضو اشقياء قوي. حتى يعني كل جيل عندي. حتى ملاحظ برضو يعني حتى بسنت برضو هنا بصي كلبه برضو عماله بتحاول تعض ايديها على الرغم من تشوفها اول مره. شقيه جدا. فهنا سبحان الله عندهم طاقه يعني. أيوة. عندهم طاقه عندهم حركه. يتحركوا ويلعبوا كده. هم ال 24 ساعه عايزين يلعبوا. بس ليهم لعبوا مره واحده كل واحد بقى مرمي في حته نايم. يقعدوا يلعبوا بعد كده بيقعدوا بقى. بسم الله يعني بصراحه يعني بسم الله تبارك الله ما شاء الله. بصوا حتى عايزين نشوف حركه دول كده. ايوه عايزين ايه بالظبط؟ دي معناها حب. ايوه طبعا حب كده. ده لعب بيلعبوا معاها كده. لا تبارك الله. طب ايه رايك برضو
يعني ده قلت لي كوكتيل ما بين شيتزو وايه تاني؟ ويوركشاير. ويوركشاير. عشان كده تلاقي حبه كده وحبه ببوز وحبه من غير بص بوز. ده حاجه تانية يعني برضه. ده يوركشاير خالص. ده كوميدي خالص. ده سخنان ده ده. سخنان ده ولد. مع ان اخواتهم دي اخوات بعض بس هادي جدا. ده غلبان وشكل خالص. تاني مختلف يعني سبحان الله. اليوركشاير ببوز كده وميني، آه. فهو طالع سبحان الله. آه. ولون شعره حتى وستايله شويه مختلف عنهم برضه. لا كل وسبحان الله واحد ملفت شكل. للنظر كمان يا استاذه هبه ان كل كلب تحس ان ليه شخصيه مختلفه. دي حقيقه. دي ما ده حاجه فعلا. ملفتة للنظر. فعلا كل كلب هم عاملين زي الاطفال، هو كل كلب بيبقى ليه شخصيه وليه طريقه تعامل. يعني انا مش بتعامل معاهم كلهم زي بعض. يعني تلاقي لا انا ببقى عارفه ان ده انا هزعق له كذا مره عشان هو مش هيسمع من مره واحده. في بنوته لا مره واحده، في مش عارفه فهو كل واحد ليه طريقه وليه معامله وليه حتى طريقه في الاكل، وببقى عارفه ان ده هيطول في الاكل، ده ما بيطولش في الاكل ده. لا كل واحد ليه يعني بسم الله ما شاء الله انا بدخل معاكم في الفيديو هنا. ازيكم كل جمهورنا الاعزاء. يعني هنا بصراحه الكلاب جميله جدا جدا جدا. ما شاء الله. يعني ما هنوريكم صورناش على حاجه زي كده غير ان احنا مقتنعين بيها. بسم الله ما شاء الله. لما يتفتح على اخواتهم بقى الكبار بس ايه هنعملها في الفيديو الثاني بقى. الكلاب اللي هيتابع الفيديو ده، الفيديو الثاني اللي هيتابعه هيلاقي بقى الكلاب الكبار شله كده. عايزينكم هتقولوا لنا بقى رايكم، تحسوا كده الشله دي تشبه لكم بفيلم ايه في السينما وتقولوا. وهبه دلوقتي يعني في منهم بتعرضيهم للتبني صح؟ لان العدد كتر قوي. انا بقى عندي 12 الموضوع بقى صعب، فبقيت دلوقتي بعرضهم للتبني. انا لو عليا مش عايزه، بس عشان يعني بعتبر كمان بيتجوزوا. انا بقول كده دايما بخرجهم من البيت عشان احس لا انا مش عايزه اجوزهم. لا انا لو عليا لا فعلا اسيبهم، بس اجهاد واهتمام زياده ومش قادره اهتم بالعدد ده كله. بقى الاهتمام حاساه قليل فلا الموضوع بقى صعب، فعشان كده ولازم بقى في اللحظه دي الكلب اللي هتوجهيه تبني البسنت ممكن تطلعيهم هما الراجل والست اهو. اخترت بقى انا حفظتهم اهو. ايوه شطوره. دي البنوته ماشي. بسم الله ما شاء الله. اسمها ايه يا هبه؟ نوجا. وادي نوجا خليها جنبك يا بسنت اهو عشان ناخدها في الفيديو. مين الولد اللي معاها؟ اهو تادي. انا بصراحه يعني ايه بسم الله ما شاء الله احنا مؤيد جدا ان انا فعلا حتى في القطط كانت عندي بخلي راجل وست. ايوه دي حلوه. من النوع اللي كده عشان هي كمان مرتبطه يعني متعوده ان في كلاب تانية. لا بس بجد ربنا يبارك لك، تربيه جميله ونظيفه وان شاء الله نقول كم سبحان الله تعالى. يعني لما ربنا قال في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سبحان الله طبعا. يعني بسم الله ما شاء الله. طب نوجه يعني شكر جدا للأستاذة هبة. ربنا يبارك يا رب وربنا يبارك في الولاد الصغيرين. لا لازم لا وجربوا التجربة، لأن هم لو جربوها هيحبوها. أيوة. وهتفضل معاهم لأن فعلا حاجة حلوة. يعني حب بطريقة مختلفة خالص، غير حب الجوز، غير حب الابن، غير حب حاجة تانية خالص. حاجة تانية خالص اللي نسمع عنه هو ادوله المعنى الكلب. دي حقيقة دي حقيقة. دي زي ما سورة الكهف مذكورين فيه فعلا ان هو كان بيراعى اهل الكهف. فهم يا جماعة فعلا يعني فعلا لما طلعت دار الافتاء وقالت انهم تربيتهم حلال وجميله، لا يعني رب بنشجع. بالظبط. انا دايما بطلع دايما باكد على المعلومه دي عشان الناس بس اللي لسه عندهم وعي غريب شويه. يا جماعه لا ربوهم بجد هتكسبوا فعلا. يعني بص هتفهموا يعني ايه الحب بجد بقى. ايوه بالظبط. بجد ايوه يعني اللي هو الحب عشان الحب بس الدنيا بخير. ايوه عشان الدنيا خير. فان شاء الله بشجعكم لتربيه الكلاب. والاستاذه هبه بتقول معايا هبه بتقول اختي صديقتي هي جميله. تحيه وتقدير للاستاذه هبه وربنا يبارك لك فيهم يا رب باذن الله. ربنا يبارك يا رب ان شاء الله. ربنا يبارك في اللي هتاخدوهم بقى يا رب يا رب. ايوه. واللي عايز برضو يعني حد لسه فاضل كام يعني ممكن اليوم هو في انا بس هطلع واحد كمان وبس. فاضل واحد كمان. يعني طب اللي هيلحق بقى عندي. طب تمام اللي هيلحق بقى عشان برضه ايه هبه المصري يعني متهيألي على الفيس ممكن تتواصلوا معاها ان شاء الله برضه اللي حابب ايه يتبنى حاجه منهم ان شاء الله. توفيق يا رب ان شاء الله يا هبه. ربنا يخليكي.